تاريخ مصر مليان حكاياته كلها تفاصيل. من ضمن الحكايات والكواليس، يا ترى ايه اللي حصل في مصر بعد نجاح ثورة يوليو 52؟ وايه الشخصيات والاحداث اللي مش واخدة مساحة تاريخية مثلا او ما يعرفهاش كتير مننا؟ انا باسل عادل، دي جريدتنا الرسمية اللي هنحكي لكم فيها كل اللي حابين تعرفوه. يا ترى سمعتم قبل كده عن واحد اسمه البرنس محمد عبد المنعم بعد ثورة 52 ودوره كان ايه بعد قيام الثورة؟ دي حكاية هنحكيها سوا في الجريدة الرسمية في حلقتنا النهاردة، بس ركز معايا عشان اللي جاي مهم قوي. بعد ثورة 52 بحوالي شهرين ثلاثة تم حل مجلس الوصاية على الأمير أحمد فؤاد واعتقال القائم مقام رشاد مهني. وده ليه؟ علشان تم اتهامه بمحاولة التآمر لقلب نظام الحكم الجديد، واللي يا سيدي كان مرشح لتولي المجلس بعدها واحد من الثلاثة اللي كانوا في ضمن أعضائه، هو البرنس محمد عبد المنعم. وده يا سيدي واحد من أفراد الأسرة العلوية اللي حكمت مصر حوالي 150 سنة. وبالمناسبة الشخصية الثالثة في مجلس الوصاية كان اسمه بهي الدين بركات باشا. البرنس عبد المنعم شكليا زي ما مصادر قالت يعتبر مسؤول قدام مجلس قيادة الثورة عن عرش مصر. بحكم ايه؟ بحكم وصايته على الامير الصغير. بالمناسبة برضو هو كان زي ما بنقول بالبلدي كده الابن البكري للخديوي عباس حلمي الثاني. المهم ان البرنس فضل في وصايته لحد اعلان الجمهورية في 18 يونيو 1953. بعدها بحوالي 4 سنين في عام 57 في روايات قالت انه تم اتهامه في المشاركة في محاولة انقلاب على الرئيس جمال عبد الناصر. وفي الحتة دي تحديدا هروح لحوار ابنه البرنس عباس حلمي كان أجراه في الأهرام، واللي عنده رواية تانية خالص قال فيها إنه ما كانش فيه اتهام موجه لأبوه ولا حاجة، لكن تم استجوابه مع زوجته كشهود علشان كانوا عارفين بعض المتهمين. وقال إن موضوع قرار سفره لأوروبا كان بناء على رغبة أبوه وليس مجبرا زي ما في روايات تانية كتير قالت. بعدها أجبر مع زوجته الأميرة العثمانية نازلي شاه على مغادرة مصر وعاش في أوروبا سنين طويلة. وقال ابنه إن وفاته كانت في اسطنبول سنة 79، لكن ما قالش اتدفن فين، إلا إن في مصادر ذكرت إنه تم دفنه في مصر بعد موافقة الرئيس أنور السادات. يا ترى حكايتنا خلصت لحد كده؟ لا طبعا، خليكم معايا نكمل حكاية إعلان الجمهورية في مصر. هل قرار وتوقيت إعلان انتقال مصر من الملكية للجمهورية كان سهل؟ بالتأكيد لا طبعا. إعلان الجمهورية ده كان تغير رهيب وتحول ما كانش سهل، خاصة مع اختلاف وجهتي النظر داخل مجلس قيادة الثورة نفسه، سواء اللواء محمد نجيب أو جمال عبد الناصر. الأول كان شايف إننا نمشي في الأمور بالتدريج، وده طبعا بحكم سنه راجل كبير ولواء ورتبة، وكان خايف زي أي حد في السن ده من أن ممكن تبقى فيه هزة تصيب المجتمع المصري نتيجة التحول المفاجئ من حالة للتانية. وده الحقيقة ذكرته بعض المصادر التاريخية. لكن رغبة جمال عبد الناصر كانت في الإعلان عن تحول مصر من ملكية إلى جمهورية علشان شوية أسباب، منها عدم استغلال وضعية الوصاية على الأمير أحمد فؤاد عشان ممكن تستغل، وممكن ده يبقى وسيلة وطريقة عشان ترجع سيطرة الملكية مرة أخرى. ولكن بعد يومين من إعلان التحول للجمهورية طلعت جريدة الأهرام بمانشيت في الصفحة الأولى تحديدا في 20 يونيو 1953 بالعنوان التالي: جمهورية مصر الاسم الرسمي للدولة. ده كان عنوان الأهرام وقتها، وتحت العنوان كان مكتوب: علم مندوب الأهرام أن الرأي قد استقر على أن يكون الاسم الرسمي للدولة هي جمهورية مصر. خرج الرئيس محمد نجيب من شرفة قصر عابدين علشان يخطب في الجماهير الغفيرة ويقول لهم بصوته المميز: أهنئكم بالجمهورية التي هي عنوان حكم الشعب لنفسه، وأرجو ألا تنسوا أنكم جميعا جنود هذا الوطن الذي له الحق عليكم بتأدية واجباته المطلوبة منكم،
وأننا لكي ننجح ونصل إلى مبتغانا يجب علينا أن نتمسك بالاتحاد والنظام الحسن والعمل النافع. وطبعا انتوا عارفين الأغنية الشهيرة جدا بالاتحاد والنظام والعمل، أكيد عارفينها. دي كانت النهاردة حكايتنا، ودي حكاية من حكايات الجريدة الرسمية، بس لسه عندنا كتير. كان معاكم باسل عادل والجريدة الرسمية.